فطار أول يوم العيد مع لمة العيلة واحنا بنتفرج على العيال كبرت، وقدامنا أحلى كوباية شاي بلبن ومعاها طبق قرقش بالعجوة كده، وكمان قرص ممسوسة. ويبقى أحلى عيد بالنسبة لنا. كل سنة وانتوا طيبين. فاضل كام يوم على العيد خلاص، رمضان بيودعنا، فتعالوا نجهز أحلى قرقش وقرص. أنا هنا عملت 3 كيلو، بس هقولكم مقادير الكيلو الواحد قد ايه. معايا هنا الدقيق والسمنة واللبن. هبدأ أسيح السمنة على النار، ولو هتعملي كمية تقعد معاكي فترة يبقى تضيفي السمنة مقدوحة مش على البارد. أجدادنا زمان كانوا بيقدحوا السمنة عشان الكحك والبسكوت والقراقيش يقعدوا معاهم لحد العيد الكبير، مش عيد الفطر بس. ده بيحافظ على الحاجات دي. هضيف على كل كيلو دقيق كوبايتين سمنة. هحفر حفرة في الدقيق وابدأ انزل بالسمنة كلها، وقبل ما انزل هضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر على كل كيلو. انا نزلت بالكيس عشان عاملة مقدار 3 كيلو. ورشة ملح. ممكن نضيفي نص كوب سمسم هنا، بس انا بكتفي بالسمسم اللي بضيفه على الوش لانه بيبقى كتير جدا. هبدأ اردم عليها الدقيق واحدة واحدة عشان معفرش الدنيا. بعدها كل اللي على الجناب ده ينزل بالراحة لحد ما السمنة تتغطى، واقلب بقى من فوق لتحت كده لغاية ما الدقيق يشرب السمنة كويس. خلاص كده كل الدقيق شرب السمنة. ابدأ اشتغل بايدي، ابس الدقيق، اغلف كل حباية من الدقيق بالسمنة. الخطوة دي مهمة جدا جدا. اقلب من فوق لتحت وانعم بايدي لحد ما يوصل ان الدقيق يبقى شبه الرملة المبلولة كده، اللي هو لو ضغطت عليها بايدي تمسك كده، واول ما اضغط تفرفرت من ايدي خالص. الحركة دي بيخليه كل حباية دقيق شاربة السمنة كويس جدا، ويبقى ليها طعم لذيذ كده في الاكل. انا ما عنديش مشكلة انك ممكن تقعدي 5 دقايق بتبسي، بس الحركة دي مهمة جدا. وهاتي من فوق لتحت لحد ما بصي كده يفرفط معاكي، يبقى شبه الرملة الناعمة كده. هقعد اقلب 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 لحد ما تشربها كلها. خلاص كده انا مسيت. هبدأ اضيف على كل كيلو دقيق معلقة خميرة. ممكن تستعملي معلقة خميرة فورية عادي جدا. هضيف على الخميرة السكر عشان بيساعد على تفاعلها، وهيكون معايا على كل كيلو دقيق كوبايتين لبن. وهضيف فيهم لبن بودرة او زبادي على حسب رغبتك، ده بيعزز الطعم اكتر. يعني لو هتستعملي مثلا كيلو، على كل كيلو معلقة لبن بودرة. وعلى حسب نوع الدقيق بتاعك ممكن اقل وممكن اكتر. ولازم اللبن يكون دافي عشان يساعد على سرعة تفاعل الخميرة. مبنعجنش المية او لبن باردين خالص. هاخد شوية من اللبن على الخميرة وابدأ ادوب بالمعلقة لحد ما تدوب، وتقدري تسيبيها لحد ما تتفاعل لو انت مش متأكدة من نوع الخميرة بتاعتك. لكن انا عارفة ان الخميرة اللي مستعملاها كويسة، فمش هستنى، هنزل بيها على طول على الدقيق واعجن العجين. هضيف شوية من اللبن، وبعد كده هبدأ اقلب من فوق لتحت وبايدي رايحة جاية عشان الدقيق يشرب كله. يعني ايد بتعجن وايد هفضل انزل باللبن حبة حبة. كل ما يشرب اللبن هبدأ انزل تاني. انا مش عايزة العجين يبقى بيمط ولا عايزاه يبقى متماسك. احنا ما بنعملش قرص طرية ولا بنعمل كايزر. انا مجرد ان انا عايزاها تلم في ايدي بس. فكل اللي انا هعمله ان انا هضيف اللبن، وشايفين حركة ايدي دي بالظبط اعمليها من فوق لتحت واقلب رايح جاي، من فوق لتحت واقلب رايح جاي. هفضل اضيف اللبن لحد ما العجينة تلم في ايدي كويس. ما نكترش عشان ما تبقاش ملزقة. دي عجينة قراقيش، والحاجات دي مش زي عجينة القرص خالص اللي هو هنعجن فيها 10 دقايق. هي مجرد ما بتلم معاكي وخلاص. كل ما هحس ان هي محتاجة لبن هنزل بشوية لبن واقلب. هفضل على كده لحد ما اخلص كمية اللبن اللي عندي كلها. شايفين العجينة هنا بدأت تلم. بص لما اضغط عليها حاسة ان هي لسه محتاجة لبن تاني، فانا هضيف اللبن اللي عندي كله. هقلب واحدة واحدة من فوق لتحت ورايح جاي، من فوق لتحت ورايح جاي. الحركة دي بتخلي الدقيق يشرب اللبن كويس جدا وياخد طعمه كويس جدا. وعادي ممكن نعجن بمية، مفيش مشكلة، مش لازم اللبن، بس منستغناش عن اللبن البودرة. لازم اللبن بودرة او معلقة زبادي. انا هفضل اعجن فيها لحد ما تطرى في ايدي كده. هوريكم دلوقتي هاخد قطعة وهمسكها هتلاقيها نعمت في ايدي. هي دي المرحلة اللي انا عايزاها بالظبط. بصوا بصوا لما اجي ادلكها متماسكة وطرية ازاي، ناعمة. انا عايزاها كده، مش عايزاها برضو مكتلة، انا عايزاها ماسكة نفسها بس مش طرية زي القرص الطرية، لا. هسيبها بقى ترتاح حوالي نص ساعة، وعلى ما ترتاح هبدأ اجيب العجوة المفرومة
واضيف عليها معلقة من السمنة السايحة وشوية من السمسم، واقلب كده بالمعلقة او ادعك بايدي، اقلبهم كلهم كويس في بعض جدا. وبعدها هبدأ اجيب طبق فاضي، الطبق ده هضيف فيه كل قطعة هشكلها. هبدأ اخد حتة من العجوة وهكورها، حتة من العجوة اكورها. الحركة دي بتسهل معاكي وانت بتقرصي، بالذات لو لوحدك محدش بيساعدك يعني، بدل ما تبقي ملخومة في كذا حاجة، او عشان ايديك ما تبقاش كلها عجوة تقعدي تمسكي العجين يلحوس منك. حركة الدعك بالسمنة دي بيخليها طرية جدا وتعرفي تشكليها براحتك. تقدري تعمليها بملبن، برضو الملبن بنجيبه وننعمه بإيدينا كويس جدا، وتقدري تحطي فيه مكسرات زي ما تحبي. تقدري تعمليها سادة من غير لا عجوة ولا ملبن، تكتفي ان هي تكون سادة كده. بس لو هتعمليها سادة الافضل تضيفي على العجين نفسه سمسم، يعني على كل كيلو نص كوباية سمسم. انا كده خلاص خلصت كمية العجوة كلها، هبدأ افتح على العجين. هنا خلاص كان ارتاح كويس عشان اعرف اشكله. هبدأ اجيب الصينية اللي انا هرص فيها. انا ما بدهنش في الصينية سمنة خالص ولا اي مادة دهنية، بضيف فيها على طول. انا جبت هنا حتة وقعدت ادلكها بايدي، بعدها فردتها وجبت حتة من العجوة وضفتها، قفلتها كأني بقفل قطايف بالظبط. بصوا الحركة بعملها ازاي. في الحركة دي انا مخليها حتة العجوة صغيرة، اما في القرص بتبقى كبيرة شوية. هجيب حتتين تاني هدلكهم بنفس المنظر، بعد كده هجيبها وافردها بايدي وبططها، وبعدها هنزل بحتة العجوة فيها، وبعدها هقفلها كأنها قطايف. لو مستثقلة الحركة دي ممكن تجيبي عادي حتة العجينة وتفرزيها على الرخامة او على الترابيزة اللي بتعملي عليها وتبططيها، بس ما تكونش رفيعة، سمكها هيبقى حلو. بعد كده تجيبي العجوة تلفيها رول وتضيفيها على على العجين. بعد كده تبدأي تقفلي العجين تاني وتقطعي بالقطاعة وترصيه. بس كده، مفيش اسهل من كده. كده انا قايلك على طريقتين. نبدأ بقى في القرص، وهنا باخد حتة عجينة اكبر شوية ببططها بايدي، وبعد كده بضيف فيها حتة العجوة بعد ما افرغها، وبعمل مساحة للعجوة واحط العجوة. بعد كده بقفلها وافردها بايدي وارصها في الصينية. هكرر لكم واحدة تاني دلوقتي. بجيب قطعة من العجين ادلكها بايدي، بعد كده بحطها واعمل لها تجويفها واحط فيها العجوة واقفل بايدي بالمنظر ده. ممكن تقفلي على الترابيزة وعلى الرخامة اللي انت بتستعملي فيها، مش بايدك لازما يعني. هبدأ اجيب قطعة تاني وافردها على ايدي وانزل فيها بالعجوة واقفلها كأني بقفل القفة كده، شفتوا شكل القفة. بعد كده هبدأ اعملها كده بايدي افردها، مش لازم تطلعيها كلها نفس المستوى نفس الحجم، بس هتبقى قريبة من بعض. عايزه اقول لكم ان القرص دي بالنسبه لي احلى من القراقيش 100 مره، واحلى من القرص الطريه 100 مره. بعد كده هسيبها ساعه تخمر. بعد ما خمرت هجيب صفار بيض واضيف عليه فانيليا عشان ريحه الزفاره، وطبق فيه سمسم. هغلف البيض كله، وفي كل واحده هاخد حته من الصفار وادهن بيها عشان لما اضيف السمسم يمسك كويس. بعد ما اخلص دهن الصفار كله همسك واحده واحده واحطها في طبق السمسم واضغط عليها كويس بحيث ان هي تاخد اكبر قدر من السمسم. هجيب واحده واحده واكرر نفس العمليه. انا بحب السمسم فيها كتير، ممكن انت تستغني عن الخطوه دي ولا بقى ترشي سمسم من فوق بس هي القرقش عباره عن كلها سمسم، وباننا استغنينا عن السمسم في العجين يبقى هنكتر في الوش. لو مش هتكتري في الوش يبقى تكتري في العجين نفسه. انا هنا هجيب القرص وهبدا ادهنها بصفار البيض واحده واحده لحد ما اخلص الكميه كلها، وكل قرص هاخد من الطبق بتاع صفار البيض. مينفعش اعمل 2 بفرشة واحدة بحيث ان انا اضمن ان هي اتغلفت كويس جدا، الا لو انا حاسة ان انا خدت كمية كبيرة من الصفار. خلاص خلصت الكمية، هجيب القرصة واضيفها في طبق السمسم واضغط عليها بالمنظر ده. بصوا بنغلفها كلها بالسمسم، اضغط وارجع تاني احطها في الصاج. اجيب القطعة اللي بعدها اضغط وارجعها تاني في الصاج. هنا كنت خلصت الكمية كلها وكنت سخنت الفرن على درجة حرارة 180، فرن اوسط. بصوا واخده لون ازاي من تحت ومن فوق، شكلها تحفه وطعمها تحفه. بص هنا القراقيش برضو، بص مجرد ما بضغط عليها عايزه اقولكوا فظيعه، طعم ولا اروع، ما شاء الله زي الفل.
عايزه اقولكوا بقى مع كوبايه شاي بلبن وانا واقفه في البلكونه ساعه صلاه العيد كده او بمناسبه عيد، مقولكوش بقى احلى احساس في الدنيا. هخلص الصينيه كلها كده وهبدا ارصهم. ده كانوا شويه يعني حوالي صاج، انا كنت عامله كميه كبيره. عايزه اقولكوا لونه ولا احلى، طعم ولا اروع. ريحه البيت كانت مليانه